بالفيديو شاهد ماذا فعل الملك السعودي محمد بن سلمان بعد استقباله لرياض محرز في القصر الملكي بالسعودية رفقة زوجته ووالدته، ويعلن عن مفاجأة ستهز العالم. شاهد ماذا فعل. ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو، إن كنت تتفق معي بأن رياض محرز هو الذي كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، فيرجى الضغط على إعجاب بالفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد استقبال محمد بن سلمان لرياض محرز رفقة والدته وزوجته بالقصر الملكي بالسعودية بعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية الإفريقية، والتي كان رياض محرز هو من يستحقها لولا ظلمه من قبل الكاف وفوز الأقجع. ولكن ما هز العالم هو ما قاله الملك السعودي، حيث أدلى بتصريح وقال: أنا سعيد جدا بقدوم رياض محرز إلى السعودية، فهو لاعب محترف يسجل الكثير من الأهداف وقد حقق ألقاب كثيرة. ولكن الشيء الذي أزعجني هو استبعاد رياض محرز من لائحة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، فهو الوحيد الذي يستحقها لأنه قدم موسم كبير مع فريقه السابق. فأنا كنت أتابعه منذ مدة، ولن أسامح الكاف وفوز الأقجع على هذه المهزلة الكروية والظلم الكبير الذي يتعرض له محرز.